السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض السلطة البلدي اللي بتتعمل في المحلات، وهنقول على سر لون المية بتاعتها. معايا في الأول الخضار اللي هستخدمه: فص توم كبير، بصلة صغيرة، واحدة فلفل رومي، واحدة فلفل حار، طماطم خضرة، خيار. هنقطع الخضار بتاعنا بالطريقة اللي احنا حابينها، بس نحاول ما نصغرش حجم تقطيعة الخضار علشان الفوائد اللي جوه الخضار ما نفقدهاش. الحاجة الوحيدة اللي هنقطعها صغير الخضرة، والبصل هنقطعه خفيف جدا، والطماطم هنبشر عليها فص الثوم اللي معانا، وهنقطع المكعبات بتاعة الطماطم كبيرة الى حد ما زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اخلص تقطيع الخضار كله، تعالوا بقى نشوف المية بتاعة السلطة هنعملها ازاي وايه سر لونها. طبق فاضي هحط فيه معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، ربع معلقة شطة، نص معلقة فلفل اسود، ونضيفهم جوه الطبق بتاعنا. وهضيف عليهم معلقتين كبار من الخل، وهنكمل عليهم بمية من الحنفية، وندوب كويس لغاية ما كل المكونات بتاعتنا تدوب، وخاصة الملح. بعدين هنضيفها على الخضار بتاع السلطة بتاعتنا، ولو في حاجة في الطبق كده ننزلها على الخضار، ونقلب ونسيب السلطة بتاعتنا على جنب 5 دقايق قبل التقديم. وبعدين بنحط المية بتاعتها في كوباية بالشكل ده، هي بتتقدم في المطاعم في كوبايات. ودي السلطة بتاعتنا. كمان لو احنا حابين نضيف ليمون، يبقى هنحط معلقة واحدة خل ومعلقة من الليمون. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك، وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.